زي ما بيقولوا مركب الضراير مشيت ومركب السلايف وقفت. الكلام ده مش مجرد مثل، ده حصل فعلا، وكمان بين اسعاد يونس وشريهان. الصداقه اللي كانت بينهم قلبت مشاكل فجاه بعد ما اكتشفت اسعاد ان شريهان اتجوزت جوزها رجل الاعمال علاء الخواجه. لكن الدنيا ما بتوقفش على حالها، فجاه شريهان جالها كانسر وقلب اسعاد رق تاني ورجعوا حبايب واصحاب، واسعاد نسيت انها ضرتها. والقصه لسه مليانه مفاجآت واحداث هتعرفوها لما تشوفوا الفيديو ده. في نص الثمانينات كانت النجمة إسعاد يونس بتبدأ طريقها في الفن، وفي الوقت ده قابلت واحد من الأثرياء، المليونير الأردني اللي معاه جنسية بريطانية، علاء محمود الخواجة. حبوا بعض بسرعة والاتنين اتجوزوا في لمح البصر وخلفوا ابنهم الوحيد عمر. في الفترة دي كانت في علاقة قوية جدا بتربط إسعاد يونس بالنجمة الشابة شريهان. الصداقة كانت متينة بزيادة لدرجة إن شريهان كانت واحدة من أقرب الناس لإسعاد ولجوزها علاء، والدنيا كانت ماشية تمام، صداقة ومحبة وبيت مفتوح. لكن الحياة مش دايما بتمشي زي ما احنا مخططين. في يوم من الايام شريهان عدت بمشكله نفسيه صعبه جدا، ما لقتش جنبها غير صاحبتها اللي بتثق فيها اسعاد وجوزها علاء الخواجه. شريهان حكت لهم كل اللي جواها، وعلاء واسعاد سندوها ووقفوا جنبها زي ما الاصول بتقول. بس القرب اللي حصل بين شريهان وعلاء الخواجه في فتره الازمه دي قلب من صداقه عاديه لحاجه تانية خالص. ومع الوقت بدات شريهان وعلاء يقربوا من بعض اكتر واكتر، لحد ما في الاخر اتقفل الموضوع وشريهان اتجوزت علاء الخواجه في السر. الجوازه دي فضلت مستخبيه على الكل لحد ما شريهان خلفت بنتها الاولى لؤلؤه، وقتها قرروا يعلنوا الجوازه اللي كانت في السر. هنا بقى حصلت المشكله. طبعا الخبر نزل زي البرق على اسعاد يونس، ازاي اقرب صاحبه ليا تعمل فيا كده وتاخد جوزي؟ اسعاد يونس ما سكتتش وطلعت في الاعلام وقتها وقالت كلمتها الواضحه: انا كنت فاكره شريهان صاحبتي، ما كنتش متخيله ولا متوقعه انها تاخد جوزي مني. على الرغم من صراحه اسعاد يونس وقتها، الا انها حاولت تنكر الموضوع في لقاءات تانية، يمكن عشان تحافظ على شكل الأسرة. لكن شريهان كانت مصممة إنها تأكد جوازها من علاء الخواجة قدام الناس كلها عشان تثبت حق بنتها لؤلؤة. التصريحات المختلفة دي هي اللي ولدت مشاكل علنية بينهم، لدرجة إنهم كانوا هيضربوا بعض في فندق من فنادق القاهرة. بس سبحان مغير الأحوال، الدنيا مش بتفضل على حالها. كل المشاكل دي اتقلبت بسرعة لمحبة ومودة بعد ما أعلنت شريهان الخبر الصعب سنة 2001 إنها اتصابت بكانسر. الخبر ده كان نقطة تحول جذرية. إسعاد يونس نسيت كل اللي فات ووقفت جنبها بكل قوتها، سندتها في محنتها الصعبة. إسعاد يونس اتكلمت وقتها وقالت كلام يكشف عن طيبة قلبها، عيطت ودعت في صلاتها علشان شريهان، واتمنت ربنا يشفيها علشان لسه صغيرة. علاقتها بشريهان اتغيرت خالص وبقوا زي التوأم، وفعلا رجعوا حبايب تاني. شريهان نفسها أكدت الكلام ده في لقاء ليها سنة 2007 مع الإعلامي عمرو أديب. قالت عن إسعاد يونس إنها مش مجرد ضرة، لكنها الأخت والحبيبة، وإنها أول واحدة وقفت جنبها ولسه معاها في كل مراحل تعبها. أما إسعاد يونس فلما سألوها إزاي قدرت تحول العلاقة دي لمحبة رغم إن شريهان هي ضرتها، كان ردها مفاجأة. شريهان طلعت طيبة جدا ودمها خفيف وساذجة زيي. لكن السر الأكبر اللي خلى إسعاد يونس تقبل بالوضع ده هو علاء الخواجة نفسه. قالت عنه: من الصعب ألاقي راجل بنفس شهامة ورجولة وحنية جوزي، أنا بشوفه من أنبل الرجال. وباين إن إسعاد لقت في جوزها صفات نادرة خلتها تنسى كل حاجة، وقالت: ليه ما نعيش أسرة واحدة رغم إني ضد فكرة تعدد الزوجات. وفعلا اتحول الخلاف بين الضراير لواحدة من أشهر قصص المحبة والتفاهم في الوسط الفني، قصة تثبت إن الإنسانية ممكن تكسب أي خلاف.